السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. تقرر استكبار رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك طبعا المتخلفين عن التقديم المرحلة الأولى والثانية، والطلاب اللي ناجحين في الدور الثاني، من خلال موقع التنسيق طبعا اللي كلنا عارفينه، في الفترة ما بين يوم الخميس الموافق 17/9 ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9. يعني المرحلة الثالثة هتبدأ من 17/9 وتنتهي يوم 21/9. طبعا الحد الادنى للقبول بالمرحله الثالثه هو 50% للشعبتين ادبي وعلمي طبعا. ومواعيد ادخال الرغبات طبعا عن طريق المعامل بتاعه الجامعات دي متاحه من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 3 عصرا لو انت عايز تروح تعمله في معمل. لكن انت تقدر تعمله عن طريق اي حاسب شخصي، من عن طريق التليفون، من عن طريق اللابتوب بتاعك على الكمبيوتر، او اي حاسوب قدامك في انترنت تقدر تعمله من خلالها. ينتهي ادخال وتعديل الرغبات الساعة 7 مساء في اخر يوم، يعني يوم 21/9 هيكون اخر يوم لتسجيل الرغبات الساعة 7 مساء. وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني: معامل حاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أي معمل في الجامعات طبعا، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بإنترنت أو تليفون أو أي حاجة فيها إنترنت. وفي حالة وجود أي استفسار طبعا عن خدمة التنسيق الإلكتروني ممكن تتصل على الرقم ده اللي هو 19 4 68 بسعر المكالمة العادية طبعا، وهيوصلك بالوزارة. لو عايز تعمل شكوى، لو عايز تستفسر عن حاجة، أي حاجة من الحاجات دي، تقدر تتصل بالرقم ده وتستفسر عن أي حاجة أنت حاببها. ده كان كل حاجة في الفيديو. عندك أي استفسار أو سؤال عن المرحلة الثالثة وعن التنسيقات سيبه هنا في الفيديو في الكومنتات تحت إن شاء الله، وإحنا هنرد عليك. نشوفكم فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.